بقول يا عم الشيخ، لو أنا أخذت دين من مؤسسة أو من جمعية أو من أحد الأفراد، وأنا لما أخذت الدين في نيتي عدم السداد، فهل أعاقب على هذا في الآخرة؟ هذه مصيبة وكارثة، وفيها خطورة سوء النية، وفيها عظمة حسن النية. من استدان دينا وفي نفسه أداؤه ولم يستطع السداد، أدى الله عز وجل عنه. والرسول صلى الله عليه وسلم توقف عن الصلاة على المدين ولم يصلي عليه حتى برز أحد الصحابة وتكفل بسداد دين الميت لخطورة الدين. أما في سؤالك هذا أمر عجيب، لأنك تقول عندما أخذت هذا الدين في نفسك عدم السداد، في نيتك عدم السداد، والنية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، ونحن لا ننقب عن صدور العباد ولا نشق بطونهم. لم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. هناك حديث أخرجه ابن ماجه بسند صحيح، هو يزلزل كل من تسول له نفسه أن يأخذ دينا وفي نيته عدم الأداء، زي ما بيقولوا بينصب على الناس. شوف بقى ابن ماجه بيقول عن سيدنا عليه الصلاة والسلام أنه قال: أيما رجل يدين دينا، يعني يأخذ دين، قرض، دين، سلف، وهو مجمع ألا يوفيه، في نيته مش هيرد الدين ده، هياكله على صعب، وهو مجمع ألا يوفيه، شوف الخطورة، لقي الله، يعني يوم القيامة، لقي الله يوم القيامة سارقا، في حكم السارق عياذا بالله. السارق في الدنيا عندما تثبت عليه السرقة يقام عليه حد السرقة، في الآخرة يأتي سارقا يحاسبه الله عز وجل على نيته السيئة عياذا بالله. فلنتخلص من هذا الأمر ونتقي الله تبارك وتعالى في حقوق الله وفي حقوق العباد، لأنها لا تسقط كما قلنا، لا تسقط بالتقادم. يعني الإنسان ممكن أن يأكل حق هذا وحق هذا ويأتي يوم القيامة مفلسا عياذا بالله رب العالمين. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.